السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير بإذن الله. النهاردة معانا تاني حصة من العضوية. هنخلص النهاردة بإذن الله الدرس الأول. المفروض طبعا اللي انت تكون ذاكرت الحصة اللي فاتت وفهمت يعني ايه الايزوميريزم، عشان هنحتاجها في الحل كتير جدا. واوريدي اللي بدأ يحل لا أسئلة كتيرة جدا هنحل منها مقتطفات في آخر الحصة. وكمان تكون فهمت يعني ايه صيغة جزائية ويعني ايه صيغة بنائية. طيب، مراجعة سريعة كده على الحصة بتاعت المرة اللي فاتت. احنا كنا خدنا فيها ايه؟ خدنا بارازيلياس، ده اول حد صنف المركبات العضوية وغير عضوية، وقال ان المركبات العضوية اللي لها اصل نباتي او حيواني، والغير العضوية لا، دي اللي جاية من باطن القشرة الارضية. وحط نظرية القوى الحيوية. مين اللي جه حضر اول مركب عضوي في المعمل؟ كان مين؟ كان عمك فهلر، هو اللي جه دمر نظرية القوى الحيوية. وفهمنا بعد كده ان كثرة المركبات العضوية ليه كل حاجة في حياتنا بقت عضوية حاليا. ليه؟ بسبب كترة ذرة الكربون على الارتباط بقى ببعضها وبغيرها، وكونت لي سلاسل وحلقات وكل الكلام اللي احنا قلناه الحصة اللي فاتت. تمام. ودخلنا على حاجة من أهم الحاجات اللي قلنا هتفضل معانا في باقي العضوية، اللي هي ظاهرة الأيزوميريزم. وفهمنا يعني إيه ظاهرة الأيزوميريزم. قلنا يعني إيه الأيزوميريزم، المفروض اللي أنت مذاكر وبترد عليا حاليا. قلنا ظاهرة الأيزوميريزم هي اتفاق عدة مركبات في الصيغة الجزيئية واختلافها في الصيغة البنائية. ومثلناها بحتة صلصال، حتة الصلصال زي ما هي اهي، وخدت حتة عملت منها قطة، خدت حتة عملت منها أرنب. ده بقى حاجة وده بقى حاجة، ولكن الأساس واحد. تمام. وبعد كده دخلنا على الصيغة الجزيئية ودخلنا على الصيغة البنائية، وقلنا الصيغة الجزيئية بتوضح النوع وعدد الذرات، أما الصيغة البنائية بتوضح النوع والعدد وطريقة الارتباط. عشان كده الصيغة البنائية كانت أفضل من الصيغة الجزيئية. طيب النهارده هناخد ايه؟ النهارده هناخد بقى ايه؟ تصنيف شامل ووافي للمركبات العضويه، المخطط اللي موجود عندك في الكتاب. بس قبل ما نبدا فيه هنشرح كل حاجه لوحدها الاول على حده. السبوره دي يعني ايه؟ كل كلمه في المخطط، عشان اما اكتب المخطط كده تكون فاهم. تمام. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا سيدي، اول حاجه هنفهم يعني ايه كلمة هيدروكربونات. هتلاقينا كده كنا عمالين نقول ايه؟ هيدروكربون. يعني ايه بقى الهيدروكربون؟ يعني ايه هيدروكربون؟ من اسمها هيدرو، هيدروجين، وكربون يعني كربون، صح؟ هيدروكربون. طيب، هل عناصر تانية داخلة في الهيدروكربونات غير الكربون والهيدروجين؟ لا. يبقى الهيدروكربونات دي مركبات بتحتوي على عنصري الكربون والهيدروجين فقط. دي خلاص بنقول عليها دي هيدروكربونات. طيب زي ايه؟ لو انا جبت لك مثال C2H2، ها، نسأل كام سؤال كده. ال C2H2 ده هيدروكربونات ولا حاجة تانية؟ والله أنا شايف إن فيها كربون وهيدروجين بس، لأ، يبقى دي هيدروكربونات. طيب، دي صيغة جزيئية ولا صيغة بنائية؟ شغل دماغك كده في الحصص بتاعت المرة اللي فاتت. لأ، دي صيغة جزيئية. ليه؟ أصل أنت مجمعة كله، ما فردتيش حاجة، لو فردتي تبقى صيغة بنائية. طيب كلام جميل. تعالى ناخد مثال تاني، وليكن سي 4H10. ها، ده هيدروكربون ولا مش هيدروكربون؟ لا، ده هيدروكربون. ليه؟ ده كربون وهيدروجين بس. طالما كربون وهيدروجين بس يبقى دي من الايه؟ من الهيدروكربونات. طيب، ده صيغه جزيئيه ولا صيغه بنائيه؟ لا، ده صيغه جزيئيه. ليه؟ عشان انت مجمعه السيات كلها مع بعضها والاتشهات كلها مع بعضها. طيب، تيجي نرسم الصيغة البنائية دي، الصيغة الجزيئية تيجي نرسمها صيغة بنائية. يلا، ادي عندك C4H10. هنيجي كده، تعالى هنا، ادا واحد 4 كربونات، 1 2 3 4. طيب، والH10 احنا قايلين مبدأ اساسي ان الكربونايه لازم تكون ماسكه في كام رابطه؟
4 روابط. يبقى حاجة أساسية إن الكربوناية تكون ماسكة في كام رابطة؟ 4 روابط. اتشقلب وتطلع الكربوناية 4 روابط. ولو فاكر النيتروجين 3، الأكسجين 2، الهيدروجين 1. طيب كلام جميل. والله أنا من غير ما أعرف الاتش كام، بص من غير ما أعرف الاتش 10 أو كده، أنا دلوقتي بتكلم لسه يعني واخده لكم البداية، مش هتلاقيني حاطه لك رابط ثنائية أو كده. هتلاقيني ماسكة القلم وبحط الاتشات. الكربونية دي حواليها كام رابطة؟ ده رابطة واحدة بس. رابطة واحدة بس؟ لا، يبقى حواليها كمان ناقص لها 3 روابط. ادي نحط هيدروجين وهيدروجين وهيدروجين. طيب والكربونية اللي في النص حواليها كام رابطة؟ ادي 1 2، بنلف 360 درجة نشوف حواليها كام رابطة. ده كده ناقص لها كام رابطة؟ 2. يبقى ادي 1 2، وكمل الهيدروجين بتاعك. شفت؟ هيدروكربون، كربون وهيدروجين بس. طيب الكربونية اللي في النص دي كمان ناقص لها نلف 360 درجة. ادي 1 2، يبقى ناقص لها 2 اهو. والكربونية اللي على الطرف خلاص بقى احنا عرفنا. ادي 1. في حاجة تانية؟ في شايف حاجة تانية؟ لا، يبقى ناقص لها 3. زي ما قلت لك كده، لف وتشقلب ويكون الكربونايه حواليها 4 روابط. طيب كلام جميل. خد بالك انا عماله اقول لك في النص وعلى الطرف. انا عايزه اوصل لك حاجه من كلمه في النص وعلى الطرف دي من غير ما كل شويه تقعد تعد. ايه الفكره؟ لو انت عندك المركب بتاعك هيدروكربون، حاجه بعد شويه هناخدها مثلا اسمها الكان، وجميع الروابط احاديه بالمنظر ده، يبقى على الاطراف 3 روابط. يبقى على الاطراف 3 روابط غصب عنك، وفي النص 2. تمام؟ لا، هيبقى على الاطراف 3 زي ما انت شايف كده، وفي النص 2. اكتب بقى سي 8 مهما تكتب، هيبقى على الاطراف 3 وفي النص 2. تمام؟ طيب صلى على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. يبقى ده ايه؟ الهيدروكربونات. طيب هو انا عايز اعمل له، انت رسمتي صيغه بنائيه جميله اهو، والصيغه الجزيئيه بتاعتها اهي، صح؟ طيب من الحصه اللي فاتت، لو انا عايز اعمل لسي 4 اتش 10 ده ايزومر، هعمل له ازاي؟ عايز اعمل له مشابهه جزيئيه، اعمل له ازاي؟ اثر وعلق. اثر وعلق. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ زي ما انا قلت لك المره اللي فاتت، انا رسمتها كده، قام جاي حد وقام قايل لي لا انا مش عاجبني الرسم اللي انت رسماه والكلام اللي انت عاملاه ده. قلت له يعني انت عايز تعمل ايه؟ قال لي انا ممكن ارسمه كده. هو مش الصيغه دي ثابته وانا ارسم اللي انا عايزه؟ اهم حاجه يكون 4 كربونات و10 هيدروجينات. قلت له قال لي ماشي. ادي 1 2 3. طب يا عم ناقص لك كربوناي. قال لي هعلقها. هتعلقها فين؟ هنا؟ قال لي لا، مش احنا قلنا المرة اللي فاتت لو هي اتعلقت على الأطراف هترجع سلسلة مستمرة زي دي، وده ما ينفعش. بقت دي هي دي، ما عملناش حاجة. أمال هتعلقها فين؟ قال لي أنا هعلقها لك في النص. قلت له صح فعلا، ده اتحولت من سلسلة مستمرة لسلسلة متفرعة. وده هيبقى لها اسم تاني، هناخد الحصة الجاية بقى الأسماء بالتفصيل. ده هيبقى لها اسم تاني. طيب لو أنا عايزة أحط بقى باقي الإتشات بتاعتي، نمشي بقاعدة على الأطراف 3. خلاص القلم بتاعك هيمشي لوحده. على الأطراف 3، 3 روابط، يبقى الهيدروجينات اهي على الأطراف 3. على الأطراف 3، كل الأطراف عملت 3. طب والتفرع؟ لا، التفرع هنيجي عنده ونعد كام رابطة عشان ما تتلخبطش، ما تعملهاش بسرعة بديهة. تعالى ادي عندي السي، هنشوف حواليها كام رابطة. تلف 360 درجة. ادي 1 2 3، يبقى ناقص لها كام رابطة؟ رابطة واحدة. احنا قايلين ان هما رباعي، انت عديت 3 يبقى ناقص لها رابطة اهي. هنحط الرابطة بتاعتنا اهي. يعني ده هيبقى سي 4 اتش 10. والله عد، تعالى نعد معانا السيهات. ادي 1 2 3 4، بقت سي 4 فعلا، حققنا اول حاجه. طب الاتشات تعالى نعدها.
أدا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بقت سي 4 اتش 10. حققنا الشرط التاني. يبقى خلاص يعني ده ايزومر لده، اتفقوا في الصيغة الجزيئية الاتنين دول سي 4 اتش 10، واختلفوا في الصيغة البنائية. وزي ما قلت لك الحصة الجاية لما نيجي نسمي ده هيبقى له اسم وده اسم تاني، والخواص بتختلف كمان. خد بالك عشان دي أسئلة في الكتاب. هل الخواص بتختلف بعد كده؟ الخواص بتختلف. تمام. تمام. يبقى ده اول حاجه معانا تعريف الايه الهيدروكربونات، كربون وهيدروجين بس. طيب تعريف مشتقات الهيدروكربونات. مشتقات الهيدروكربونات، احنا قلنا ان الهيدروكربونات كربون وهيدروجين ايه بس. طيب ايه بقى مشتقات الهيدروكربونات؟ فاكرين المرة اللي فاتت الحلقة المتجانسة والحلقة الغير متجانسة؟ كانت الحلقة المتجانسة كربون بس، والحلقة الغير متجانسة لو أنا ضفت أي حاجة تانية غير الكربون والهيدروجين بقت حلقة غير متجانسة. هنا بقى نفس الكلام بس بطريقة أبلغ شوية. احنا كنا بنتكلم على الهيدروكربونات اللي هي ايه؟ كربون وهيدروجين. طب لو أنا ضفت أي حاجة تانية وليكن كلور، عندك مثلا C2H5Cl، انا ضفت هنا ايه زياده؟ كلور، صح؟ لا، ده بقى مشتق هيدروكربون. ده بقى مشتق ايه؟ هيدروكربون. طيب ومش ده هالوجين اللي هو من الهالوجينات، يعني مشتق هالوجين. تمام. يبقى احنا دخلنا عليه ايه؟ هالوجين. تمام. طيب يبقى احنا خلاص فهمنا ان الهيدروكربونات كربون وهيدروجين. مشتقات الهيدروكربونات كربون وهيدروجين وعناصر تانية اهو، كربون وهيدروجين وعناصر اخرى. كلام جميل. طيب هجيلك واقول لك الصيغه دي جزيئيه ولا صيغه بنائيه. هتبص هل انا فارده حاجه؟ عندي السيهات كلها متجمعه على بعضها، الاتشات كلها على بعضها، السي ال هي مفيش غير سي ال واحده، يبقى هي كده طالما مجمعين يبقى هي صيغه جزيئيه. طيب انا عايزاها صيغه بنائيه، لا افرد بقى. تمام. طيب ارسمها لي صيغه بنائيه، يلا نعمل نفس الكلام فوق. حاضر. انا جيت قمت عامله ادا 1 ادا الكربونايه وادي الكربونايه الثانيه. كام اتش عندي بقى والباقي اهو؟ الكربونايه دي ناقصها كام رابطه؟ ادا 1 2 3. خلاص بقى انا لفيت 360 درجه. طب الكربونايه دي مش على الطرف، ناقصها 3. 1 2 3. حد يقول لي طب والسي ال؟ السي ال هنعملها بالظبط معامله الهيدروجين. ليه؟ لانك اصلا قدام هتاخد التفاعل ده اسمه مثلا تفاعل استبدال، شلنا هيدروجينايه وحطينا سلايه. تمام. تمام. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طيب يلا انا جيت ارسم، هحط اتش 5 ادا اتشايه وادا اتشايه وادا اتشايه وادا اتشايه وادا اتشايه. طيب طب في رابطه كمان، ما دي بتاعت السي ال، وهنحط ايه؟ السلايه. طيب حد قال لي هنعمل فوق ونجيب ايزومر، قلت له يلا وريني شطارتك. قام ماسك القلم بتاعه الجميل وقام عامل 1 2 وقال لي هنطلع بالروابط زيك بالظبط 1 2 3 1 2 3. قلت له حلو. قال لي وهحط هنا اتش واتش 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 واتش، وبدل ما كنت حاطط هنا السلايه هحطها الجهادي. ها ايه رايك في الكلام اللي انا كتبته ده؟ يا حبايبي ده هو ده. لو انت عديت من هنا هيبقى دي ذرة الكربون رقم 1، ولو عديت من هنا ذرة الكربون رقم 1. هتفهموها اكتر قدام. ده هو ده بس مقلوب. ده هو ده بس مقلوب. هو كده ما عملش حاجة. تمام. يعني هو كده اللي هو كتبه ده لا غلط، مش تمام. اللي كتبه ده هو اللي فوق. تمام. تمام. طيب يبقى احنا كده فهمنا كويس جدا يعني ايه هيدروكربونات ومشتقات الهيدروكربونات. طيب هتلاقيني قلت لك هنا ايه؟ الهيدروكربونات كلها روابط احاديه. في المثال ده، في المثال ده كلها روابط احاديه مثلا، وانا عارف طبعا ان الرابطه الاحاديه اسمها سيجما، وان الرابطه الاحاديه بتبقى قويه صعبه الكسر.
دي كلها حاجات انت عارفها واخدها. تمام. طب يعني هي معناها مشبعة ولا غير مشبعة؟ فاكر يعني ايه مشبع ويعني ايه غير مشبع؟ اكيد اكيد فاكر يعني ايه مشبع وغير مشبع. لو انا لقيت كل الروابط سيجما، كل الروابط احادية، يبقى هي كده مشبع. مشبع يعني كل الروابط سيجما، يعني كل الروابط احادية، بالبلدي يعني رابطة واحدة. ها نقطة، خلص. طيب امال يعني ايه الروابط غير المشبعة؟ الثنائي، الثلاثي، طالما حصل ازدواج. ثنائي عندك شغالة، ثلاثي عندك شغالة، ثنائي او ثلاثي، او بمعنى اصح بقى في رابطة باي في المركب. رابطة باي على الاقل. شفت رابطة باي؟ بقى المركب ده معانا غير مشبع. بقى المركب ده معانا ايه؟ غير مشبع. طيب طب فين الروابط باي هنا؟ بص بنقولها بطريقه جميله جدا. اول ما تشوف روابط فوق بعضها ايه؟ خد واحده سيجما والباقي باي. تاني، واحده سيجما والباقي باي. طب هنا كم عدد الروابط باي وكم عدد الروابط سيجما في الهبل اللي مكتوب ده؟ هنا عدد الروابط باي كم رابطه؟ هي قالت خدي واحدة سيجما، أدا واحدة سيجما والباقي باي. اتبقى كام رابطة؟ واحدة، يبقى واحدة باي. طب وهنا كام عدد الروابط سيجما وكام عدد الروابط باي؟ ها، هي قالت خدي واحدة سيجما ومالكيش دعوة هما كام واحدة، أدا واحدة سيجما. تمام. والباقي باي، اتبقى كام؟ اتنين، يبقى اتنين باي. فهمت؟ طب نصلي على النبي كده عليه أفضل الصلاة والسلام. لو أنا مسحت ده كده وجيت جبت لك مثال مثلا، أدا سي دبل بوند سي، وهتكمل الروابط بتاعتك عشان تجيبها كلها. ادا اتشات وادا اتش وادا اتش وادا اتش. تمام. لو جيت سألتك في المثال ده كم عدد الروابط سيجما في المركب كله؟ سيجما يعني روابط أحادية، فأنا جيت عديت والله أدا واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. جيت هنا ووقفت خلاص، أعد هنا ستة، سبعة. طب واللي في النص دول ايه سيجما وايه باي؟ هي قالت خدي واحدة سيجما والباقي باي، يبقى هنا ناخد واحدة سيجما يبقى 8، يبقى أنا عندي 8 سيجما. طب كام عدد الروابط باي؟ احنا ما عدناش غير في الحتة دي. أول ما نشوف ازدواج اللي بنبص على الروابط باي. هي خدت واحدة سيجما، اتبقى كام واحدة باي؟ واحدة، يبقى اتبقى واحدة باي. فهمنا؟ طيب مثال تاني، لو أنا عندي مثلا أدا سي رابطة ثلاثية سي وسي واهو، هنا اتشاية وهنا اتش وهنا اتش وهنا اتش. تمام. ها، كم عدد الروابط سيجما في المركب كله؟ يلا نعد. اي روابط احادية رابطة واحدة لوحدها كده سيجما، يبقى ده واحد، ملناش دعوة بهنا، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. جينا هنا. طب ايه انهي سيجما وانهي باي؟ هي قالت واحدة سيجما والباقي باي، يبقى هناخد واحدة سيجما من هنا يبقى ستة، يبقى ستة سيجما. طب والباقي باي، يبقى اتنين باي. بقى عندك كام؟ اتنين باي. تمام. يبقى خلاص، عايزة حتة مشبع وغير مشبع دي تكون خلص، والروابط سيجما وباي برضو تكون خلصت بإذن الله. طيب نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. نروح بقى يعني ايه مركب ألفاتي ومركب أروماتي. طبعا طول ما انت في العضوية هتسمع أسامي غريبة شويتين 3 4. ايه المركب الألفاتي؟ المركب الألفاتي معناه دهون جاية من كلمة دهون كده أو الشحم، ودي بيرجع أصلها الكلمة يونانية اسمها أليفاتوس، مالكش دعوة، هي معناها دهون أو شحم الدهن. تمام. الدهون، المواد الدهنية دي مركبات أليفاتية.
طيب يعني ايه مركب اروماتي؟ هتلاقيني بقول لك كل شويه المركب الاروماتي، المركب الاروماتي والمركب الاليفاتي. يعني ايه مركب اروماتي؟ اللي له روايح، اللي هو زي ايه؟ زي البنزين مثلا، هنقول بنزين عطري. ده بنزين غير البنزين اللي احنا نعرفه. طيب البنزين العطري ده، شفت كلمة عطري دي؟ هي بالظبط معنى كلمة أروماتي، يعني عطري. طول ما احنا ماشيين هنقول ده ريحته مش عارفة ايه، ده ريحته مش عارفة ايه، ده ريحته خل، ده ريحته تفاح. ماشي؟ فمعنى كلمة أروماتي يعني عطري، معنى كلمة أليفاتي يعني دهون، يعني دهني. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يبقى انت كده هيدروكربون، مشتقات الهيدروكربون، يعني ايه مركبات اليفاتيه، ويعني ايه مركبات اروماتيه. طيب نيجي للسبوره الثانيه. ايه بقى الالكان والالكين والالقين؟ ايه الحاجات الغريبه اللي انت كاتباها دي؟ خد لك بقى 5 دقايق بريك وتعالى ايه على السبوره الثانيه. دي خلاص مفاهيم اساسيه خدناها، تعالى بقى نفهم يعني ايه باقي العضويه، باقي منهجك كامل عباره عن ايه. طيب اول حاجه، ايه الكان، الكين، القين؟ إيه الحاجات الغريبه دي؟ ايه الكان؟ اول حاجه الالكان له اسم تاني اسمه بارافينات. يا ريتك ما كتبت له اسماء تانية، ما فهمناش حاجه برضو. يعني ايه الكان له اسم تاني بارافينات؟ ماشي. اول حاجه الالكانات دي بتكون ما بينها وما بين بعضها بتكون ماسكه بروابط احاديه. طبعا احنا خلاص عارفين ان رابط الاحاديه ايه؟ سيجما، اللي هي قويه صعبه الكسر. يبقى هي بترتبط فيها ذرات الكربون بينها وبين بعضها بروابط احاديه قويه صعبه الكسر، هي دي الالكانات. طب ايه اسم البارافينات ده؟ البارافينات ده مفهومه في سيجما قويه صعبه الكسر. انا دلوقتي ايه شرط حدوث التفاعل؟ اللي انا اكسر رابطه، فالتفاعلات هيدينا ايه؟ نواتج. المتفاعلات هتدينا نواتج. طب انا دلوقتي مش قادره اكسر الرابطه الا تحت ظروف معينه هناخدها، وظروف صعبه جدا يعني في الروابط سيجما. فهي ده بالظبط معنى البارافينات، اللي هي قليله الميل. يعني ايه قليله الميل؟ اللي هي قليله الميل المتفاعلات تديني نواتج. تمام. تمام. طيب يبقى الالكانات قلنا روابط احاديه كلها سيجما قويه صعبه الكسر. طب من التعريف ده اقدر اقول ان هي مشبعه ولا غير مشبعه؟ ها؟ لا خلاص، طالما كلها روابط سيجما يبقى هي مشبعه. تمام، يبقى هي ايه؟ مشبعه. ليه؟ عشان كلها روابط سيجما قويه صعبه الكسر. طيب تعالي ناخد مثال على الالكانات. هتلاقيني بقى بكتب لك ايه؟ سي اتش 4. ايه سي اتش 4 ده؟ ده بقى حاجه اسمها ميثان. حاجه اسمها ايه؟ ميثان. يعني ايه ميثان؟ دي بقى تاني حاجه هناخدها النهارده، تكون الحصه الجايه حافظها اكتر من اسمك. الارقام. انت الحمد لله كده وانت صغير حفظناك الارقام بالعربي، كبرت شويه خدتها بالانجليزي، كبرت شويه خدتها بالفرنساوي، كبرت دلوقتي تاخدها باللاتيني. الحصة كلها هتبقى معتمدة على اللي انت حافظ الأرقام أكتر من اسمك. طيب ايه ميس دي؟ ايه ميس؟ ميس الكلمة الأولانية دي يعني واحد. ميس. طب وليه المقطع آن ده؟ ليه المقطع آن ده؟ المقطع آن ده بيرمز للألكان. للألكان. المقطع آن معناه آن، إن ده تبع الألكانات. طب إيه يعني ده تبع الألكانات؟ إيه اللي هيميزه؟ لا ده في حاجة مهمة جدا، اللي أنا أقدر من غير الاتش دي تبقى موجودة وقال لي ميثان أعرف هي كام اتش. هي مش حاجة محفوظة. طب إزاي؟ لأن الألكانات دي ليها صيغة عامة ثابتة CN H2N بلس 2، بحيث إن ال N دي معناها عدد ذرات الكربون. ال N دي معناها إيه؟ عدد ذرات الكربون.
فانا اما اجي اقول لك ميسان، ميسان، فوالله ميس يعني واحد. خلاص انا واحد مبتدأ، هعوض في القانون. انت قلت سي ان اتش تو ان زائد 2، وقلت ان دي عدد ذرات الكربون، وانت قلت ميس يعني سي بكام؟ بواحد. يبقى ادا سي واحد واتش 2، الان هنحط مكانها كام؟ واحد. يبقى 2 في واحد زائد 2، هتلاقيها طلع لك صيغة الميثان سي اتش 4. تمام؟ يبقى ده طبعا بيعتمد ان انت حافظ الارقام وحافظ الصيغة العامة، ساعتها تقدر تجيب اي الكاب. طيب، يبقى انا عندي رقم واحد ميثان، رقم 2 ايث، رقم 2 ايث، رقم 3 بروب، رقم 4 بيوت، ما عادش حد لاقي بيوت اليومين دول، رقم 5 بنت، رقم 6 هكس، رقم 7 هبت، رقم 8 أكت، رقم 9 نون، رقم 10 ديك. وانت مش مطالب منك ان انت تحفظ اكتر من كده. ميس ايز بروب بيوت بنت هكس هبت اكت نون ديك. ده من 1 ل10 باللاتيني تكون حافظهم اكتر من اسمك. تاني، 1 ميس، 2 ايس بروب بيوت بنت هكس هبت اكت نون ديك. يعني انت كده تمشي في الشقه النهارده ميسيس بروب بيوت بنت هكس هبت اكت نون ديك، كده تبقى حافظهم اكتر من اسمك. هبت يعني ايه 7، ميس يعني ايه 1، نون يعني ايه 9، ديك يعني ايه 10. حافظهم اكتر من اسمك. طيب، جيت قلت لك اكتب لي ايس ان، ايسان، قمت انت قايل ايس معناها 2 يعني سيتو، قلت لك تمام. وقمت انت قايل لي ان دي يعني انا في عيله الالكان، قلت لك ده معناه حاجه، قلت لي طبعا. ده ليه الصيغه العامه سي ان اتش تو ان زائد 2، حيث ان عدد ذرات الكربون. صح؟ صح. خلاص، هشيل كل سي كل ان واحط مكانها 2. طب انت عرفت منين ان انت هتحط 2 مش واحد؟ ما انا قلت لك قيس، وقيس معناها 2. يبقى ايه؟ هنشيل كل ان ونحط مكانها 2، هيبقى سي 2 اهو. اتش كام بقى؟ عود. 2 في 2 ب4 و2 6. يبقى احنا كنا كاتبين قبله الميثان سي اتش 4 وتحت اهو سي 2 اتش 6. طيب، ها البروبان، البروبان هنكتبه ازاي؟ بروب يعني 3، بقت سي 3. طب الاتش كام؟ خلاص من القانون بتاعنا هنضرب الاتنين في 3 ب6 والاتنين 8. قام حد كده باصص نظرة ثاقبة بالرقة تتميز بالشياكة والأناقة، قال لي ايه ده؟ قلت له ايه؟ قال لي ده كل مرة بيزيد 2، يعني كانت 4 بقت 6 بقت 8، يعني بيوتان من غير ما اقعد احسب بقى هتبقى سي 4 اتش 10. اهو المثال اللي احنا عمالين نشرح عليه من ساعة ما خدنا العضوية، بيوتان، عرفنا اسمه أخيرا، بيوتان سي 4 اتش 10. بنتان هيبقى سي 5 اتش 12. هكسان سي 6 اتش 14. انت بتعمل ايه؟ بزود 2 كل مرة، كل مرة بزود ايه؟ 2. هبتان سي 7 اتش 16. اوكتان سي 8 اتش 18. نونان سي 9 اتش 20. دي كان هننتهي بسي 10 اتش 22. يبقى انا كل مره ايه؟ بزود 2. وعلى فكره انا مش حافظاهم، انا لو جه قال لي نونان خلاص ببقى عارفه نونان سي 9 وهشتغل بالصيغه العامه عادي سي ان اتش ان زائد 2. بس يعني لو انت انتبهت هتلاقي ان كل مره بيزيد 2. طبعا دي حاجات لها خصائص وخواص وهناخدها كل درس لوحدها يعني كتير يعني. طيب، يبقى احنا فهمنا يعني ايه كلمة الكن. ذرات الكربون كلها مرتبطة مع بعض بروابط أحادية سيجما قوية صعبة الكسر. بس ثانية، ايه؟
فين الروابط الأحادية؟ أنا مش شايف، أنت ما سمتليش روابط أحادية ولا أي حاجة. أنت عندك حق. تعالى نرسم. تعالى ناخد أول واحد، الميثان CH4. أدي عندك فين؟ تعالى هنا كده، الميثان CH4. أنا السي، هو CH4 ده الأول صيغة جزيئية ولا صيغة بنائية؟ لا، جزيئية. طب ليه جزيئية؟ ما هي متجمعها سي وال وأربع اتشات. طيب تعالى نروح نعملها بنائية. أدا السي أهي، لازم أن يكون حواليها كام رابطة؟ 4. 1 2 3 4. حاجة ناقصة؟ لا، حط اتشاتك بس. بقى CH4، بقى ميثان CH4 كلها روابط أحادية سيجما قوية صعبة الكسر. يبقى ده معنى ايه؟ الالكان. تعالى ناخد مثال كمان، وليكن البروبان C3H8. ادي عندك البروبان هيبقى، تعالى هنا كده، ادي 1 2 3. طب يلا حط الروابط بتاعتك. حاضر. على الطرف 3. خلاص القلم بتاعي هو اللي بيرسم، انا ما بعملش حاجه. في النص 2، على الطرف 3. طيب تعالى يلا حط الروابط. ادي اتش 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 اتش. عدهم هتلاقوهم 8. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. ففعلا بقى C3H8 اللي هو ايه؟ البروبان. كل الروابط احاديه. انت شايف رابطه مزدوجه ولا حاجه؟ لا، كلها روابط ايه؟ احاديه. ده كان الايه؟ الالكان. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. خد بالك ان الحصص الجايه هيبقى درس اسمه الالكان. المفروض انت هتكون عارف الحاجات دي كلها، انا هشتغل على طول. طيب فهمنا الالكان. ايه بقى الالكين؟ الالكين ده له اسم تاني اسمه الاوليفينات. الالكينات لها اسم تاني اسمها اوليفينات. ها، احنا فهمنا الكين عشان تكتب لنا اوليفينات. يا عم استنى، انت عارف الاوليفينات دي مش موجوده عندك في الكتاب، بس دي معناها زي ما بيقولوا كده ايه، اشهر عنصر في السلسله اللي هو بيبقى اول عنصر، فمتسميه باسمه. طيب خليك واخد الكلمه دي وخليها معاك شويه. طب الالكينات دي عباره عن ايه؟ هترتبط زي الالكانات؟ لا، الالكينات لازما ذرات الكربون فيها تكون مرتبطه برابطه ثنائيه على الاقل. خد بالك قلت ايه؟ ثنائيه، يعني لازم يكون في المركب رابطه ثنائيه. طب حد يجي يقول لي لو في 2 مش شغلك مش منهجك، جالك في مثال هيبقى محتاج منك حاجه بسيطه. تمام. طيب انت قلت ايه؟ هترتبط فيها ذرات الكربون برابطه واحده ثنائيه على الاقل. ايه ده؟ يعني ايه هترتبط برابطه واحده ثنائيه على الاقل؟ طب احنا هنكتبها فين؟ هنرسمها ازاي؟ ايه الكيمياء؟ ايه العناصر؟ تعالى يا سيدي. يلا اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. معانا رقم 1 يعني ايه؟ ميس. هيبقى اسمه ميسين. طب تعالى كده واحده واحده. لو انا جيت ادي السي اهي، كربونيه اهي، عايزه احط لها رابطه مزدوجه، واحنا بنتكلم في الهيدروكربونات يعني كربون وهيدروجين بس. هم. الرابطه دي هتمسك في ايه؟ هل اقدر ان انا احط هنا هيدروجين؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ احط هنا هيدروجين ازاي؟ الهيدروجين ما بيرتبطش غير برابطه احاديه. بالظبط. فهنا مفيش حاجه اسمها ميسين. اول واحد في العيلات التانية ملغي، مفيش حاجه اسمها ميسين. عشان كده اللي احنا ممكن نقول ابسط مركب عضوي او ابسط مركب اليفاتي هو الميثان. يبقى انت عندك ملاحظه في الملاحظات، تقوم كاتب ان ابسط مركب عضوي هو ايه؟ الميثان، اللي هو رمزه CH4. دي اول حاجه ناخدها. طب ليه يا عم؟ ما انت عندك الالكين مش هيبدا برقم 1، ده هيبدا برقم 2. هيبدا برقم 2 اللي هو الايثين او
الإيثيلين. طيب يعني على نفس الايه السجع كده زي ما بيقولوا، الكين يبقى ايثين، 3 بروبين، 4 بيوتين، 5 بنتين، 6 هكسين، 7 هبتين، 8 اوكتين، 9 نونين، 10 ديكين. تمام. يبقى احنا عندنا بننتهي بالمقطع إين، بننتهي بالمقطع ايه؟ إين. طيب يلا بقى نخش على الألكينات. الألكينات لو أنا بكتب الإيثين، الإيثين إيث يعني إيه؟ يعني 2 سي 2. اتش كام بقى؟ أنا هعرف منين بقى إيه اللي هيميز الإين دي؟ إحنا خدنا هنا صيغة عامة، طب وهنا هتاخد برضو صيغة عامة، دي حاجة أساسية لا غنى عنها. انت هتمشي بقى بالصيغات العامة بعد كده. ايه هي الصيغة العامة اللي هنا بتاعت الألكين؟ CN H2N. امال بتاعت الألكان كانت CN H2N زائد 2، حيث N عدد ذرات الكربون، حيث N عدد ذرات الكربون. تمام. يبقى أنا عندي الإيثين، إيث يعني 2، يبقى C2H كام؟ هناخد الإيث اللي هي رقم 2 ونعوض في القانون 2N، يعني هنشيل الN أهي ونحط 2، يبقى في 2 يبقى C2H ايه؟ H4. والألكين ده أحلى حاجة، ليه أحلى حاجة؟ المضاعف بتاعه خلاص الضعف، C2H4، C4H8، C3H6. فاهم الفكرة عاملة ازاي؟ طيب ده الايه؟ الإيثين. طب لو قلت بروبين، بروبين يبقى C3H6. والله نعوض، بروب يعني 3، فهنشيل، مش عارفة أنا ليه بكتب الN 2، CnH2n، فهنشيل ال N ونحط مكانها كام؟ 3، يبقى C3H. الاتنين هنشيل N ونحط مكانها كام؟ 3، 2 في 3 ب 6، يبقى C3H6. طب يلا البيوتين، بيوت يعني 4، يبقى C4H8. بنتين، بنت يعني 5، بقى C5H10. طب ليه بنت 5 وإين؟ CnH2n. تمام؟ تمام. طيب انت قلتي برضو ان هي بترتبط برابطه واحده ثنائيه على الاقل، وانا شايفك اللي انت عماله تكتبي لي صيغه جزيئيه، يعني انا لو رسمتها صيغه بنائيه مش هينفع كلها تبقى روابط سيجما احاديه؟ نجرب، ما نجربش ليه؟ تعالى هنا كده، وليكن مثلا ناخد الرقم 3 بروب، هيبقى ايه؟ بروبين. ادا 1 2 3. طيب لو انت عايز تشتغل بروابط احاديه، لو انت عايز تشتغل بروابط احاديه، احنا طبعا عارفين ان البروبين C3H كام؟ H6. هتقوم يلا في على الطرف 3، في النص 2، على الطرف 3. عد كده الروابط اللي انت مطلعها للهيدروجين: 1 2 3 4 5 6 7 8. ازاي 8 وهو 6 هيدروجين؟ لا، يبقى انت كده حل غلط، يبقى ده اللي بيثبت ان ده فعلا محتاج رابطه جوه عشان يبقى الكين. طيب انا جيت هحط الرابطه الثنائيه هنا اهو، ماشي؟ كمل رابطك. الكربونيه دي لف حواليها 360 درجه، ناقصها كام رابطه؟ 2. ادا 1 2. الكربونية دي لف حواليها 360 درجة، عد كده الروابط: 1 2 3، يعني ناقصها 1. الكربونية دي لف حواليها 360 درجة، هيبقى 1 بس، يبقى ناقصها كام؟ 3. 1 2 3. طيب تعالي نحط الاتشات بتاعتنا كده: 1 2 3 4 5 6. ايه ده؟ ده بقى 6 هيدروجين فعلا، ظبطت معاك، هتظبط معاك تلقائي. تمام. طيب لو انا خدت الرابطه المزدوجه، حد قال لي انا هاخدها واحطها هنا، قلت لك يا ابني هياها، انت كده قلبت المركب بس. تمام. تمام. صلى على النبي كده كمان مره، عليه افضل الصلاه والسلام. يبقى احنا كده الالكان كان كل رابط سيجما، الالكين في رابطه ثنائيه على الاقل. طيب طب الاين، القاين اخره اين، اين خد بالك من الاخر دي. والله قال لك الالقاين دي ليها اسم تاني اللي هو الاسيتيلينات.
ونفس فكرة الألكينات، نفس فكرة الألكينات ده كان اسمه أوليفينات نسبة لأول عنصر اللي هو كان مين؟ كان الإيثين. هنا برضو الأسيتيلينات نسبة لأول عنصر اللي هي هنقول بقى إيه؟ إيثاين. طب هو فين الأسيتيلين؟ ما أنت ما سميتوش أسيتيلين، ما هو ليه اسمه تاني اللي هو الأسيتيلين. تمام؟ تمام. طب صلى على النبي كده عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب ايه اللي بيميز الالقين عن الالكين عن الالكان؟ لا طبعا ده مميز، ده مميز جدا كمان. في ايه؟ قال لك هنا بقى هترتبط ذرات الكربون في رابطة ثلاثية واحدة على الأقل. يبقى أنت عندك ذرات الكربون في الألقين أين لازم في رابطة ثلاثية في الموضوع، رابطة ثلاثية في الموضوع لازم. تمام تمام. طب لو مفيش رابطة ثلاثية يبقى مش ألقين، يعني سهلة وبسيطة، ما تسألوش أسئلة ذكية. مفيش رابطة ثلاثية يبقى مش ألقين. طيب يعني لازما فيه رابطة ثلاثية. وليه كمان الصيغة العامة زيهم، مش أحسن منه في حاجة. C2CN CnH2n ناقص 2 CN اهي H2n ناقص كام؟ ناقص 2. يبقى الالقين CnH2n ناقص 2. اشمعنى ادينا الصيغه دي الاول؟ عشان اقول لك بقى انت هات لي رمز الاي ساين. رمز الاي ساين المفروض بقى انت لو فهمت الالكان والالكين تقدر تجيب رمز الاي ساين بسهوله. والله هتقول ان ايس يعني واحد فاكتب ذرة ايس يعني اتنين فاكتب ايه؟ سي اتنين. تمام. وقفت. هي ان ولا اين ولا اين؟ لا ده هي قالت اي ساين. اين يبقى احنا الصيغة بتاعتنا سي ان اتش 2 ان ماينس 2. خلاص هروح اعوض اهو، هنشيل الان حيث ان عدد ذرات الكربون ونحط مكانها 2. 2 في 2 ب4 نقص 2 2 بقى C2H2. ده اللي هو الايه؟ الاي ساين. وده احنا هنتمتع ده كتير. تمام. C2H2. طيب لو انا قلت لك بروباين حاضر. بروب يعني 3 C3 H والله هعوض 2 في 3 ب6 نقص منهم 2 هيتبقى 4 بس. انت بقى مع نفسك بيوتين بنتين هاتهم لحد 10 اتدرب عليهم. فانت عندك الصيغة هي اللي بتعرفك تجيب عدد الاتشات تكتب المركب بطريقة صحيحة. تمام؟ طيب يبقى احنا خدنا الكان، خدنا الكين، خدنا القين. لو انا قلت لك ايه؟ سلسلة مثلا، سلسلة او مركب مشبع يحتوي على 3 ذرات كربون والمركب ده أليفاتي. ما هو هذا المركب؟ طيب مركب مشبع يعني ايه؟ مشبع يعني كل روابطه سيجما، كل روابطه أحادية. ايه ده انا ما خدتش حاجة روابط أحادية غير الألكان، يبقى هي قصدها على الألكان. طيب هي قالت ايه؟ يحتوي على 3 ذرات كربون، يعني انا معايا السي 3. انا عايزه المركب ده ايه؟ صيغته البنائيه وصيغته البنائيه والمركب ده ايه؟ طيب انا خلاص فهمت ان انا معايا الكان اللي هي الصيغه العامه بتاعته CnH2n بلس 2. هنعوض، هنشيل n نحط مكانها 3، هنشيل n ونحط مكانها 3 يبقى 2 في 3 ب6 و2 8 يبقى C3H ايه؟ 8. طلع معانا مين؟ البروبان. ده الصيغة الايه؟ الجزيئية. ومع كتابة الصيغة البنائية نكتب له صيغة بنائية. ده 1 2 3. أول ما يقول لك صيغة بنائية ارسم وافرد. 1 2 3 على الطرف 3 في النص 2 على الطرف 3 في النص 2. كمل إتشاتك عدهم هتلاقيهم صح.
بس. ده الألكان والألكين والألقين. ده العضوية بتاعتك. طيب نمسح السبورة كده ونيجي نكمل. دلوقتي مسحنا السبورة عشان يوضح. هنفهم آخر حاجتين وبعد كده نلم كل اللي قلناه في مخطط. طيب هنفهم ايه؟ يعني ايه حلقي مشبع؟ ويعني ايه حلقي غير مشبع؟ عشان ايه اما يجي المخطط واكتب يبقى الدنيا سهلة عليك. طيب يعني ايه حلقي مشبع؟ والله حلقي يعني حلقة، يعني ذرات الكربون اتلموا مع بعض وكونوا حلقة، سواء مشبع سواء غير مشبع. طيب لو انا عندك ذرة الكربون كربونية واحدة، هل تقدر ان هي تعمل حلقة؟ والله هتمسك في مين بقى؟ وريني هتمسك في مين. لا. طيب خلاص يا ستي، نحط جنبها كمان ذرة كربون اهو، بقينا احنا الاتنين اهو. لفيني بقى واعمل لي حلقة. هعمل حلقة ازاي؟ طيب خلاص هنحط لك كمان كربونايه. ساعتها بقى شكله عامل زي المثلث قافل على نفسه. قدر ان هو يعمل ايه؟ حلقة. قدر ان هو يعمل حلقة. وهتكمل اتشاتك، هتعد الروابط 1 2 باقي لها 2، ودي زيها ودي زيها ودي زيها. تمام. قام حد كده نظرة ثاقبة بالراقة وقام قايل لي ايه ده؟ ده كله روابط أحادية، ده كله سيجما، يعني ده ألكان؟ قلت له بالظبط، ده ألكان، بس ألكان ايه؟ حلقي، على شكل حلقة، يبقى ألكان ايه؟ حلقي. وده طب ده يبقى اسمه ايه؟ هقول له زي اللي فات بالظبط. ده كام ذرة كربون؟ 3، يعني بروب. يعني بروب اهو. طب هو مش حلقة؟ ومشبع؟ يبقى بروبان حلقة. نفس الألكان بس هنضيف كلمة ايه؟ حلقي. طيب كلام جميل. طب له صيغة، له صيغة عامة؟ ايوه له صيغة عامة. ايه الصيغة العامة بتاعته؟ بص، لو انت جيت CnH2n او ايه، نعيد الحتة دي كده، نعيد ماشي الحتة دي، اللي هو ايه؟ لو انت جيت تعدهم 1 2 3، يعني C3 3 ذرات كربون. الاتش 1 2 3 4 5 6 6 ذرات هيدروجين، يعني C3H6. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني ده ممكن نقول عليه CnH2n؟ لا ثانية، ده كان زي مين؟ كان زي الألكين. كان زي مين؟ كان زي الألكين. ولذلك نقدر نقول على إن الألكانات الحلقية أيزومرات للألكينات. أيزومرات ليه؟ ما هم اتفقوا في الصيغة الجزيئية واختلفوا في الصيغة البنائية. يعني أنا عندي C3H6 دي أقدر أرسمها بطريقتين، يرسمها كده على هيئة مثلث، يرسمها 1 2 3 واحط رابطة ثنائية. فده ايزومر لده. ازاي؟ اتفقوا في الصيغة الجزيئية واختلفوا في الصيغة البنائية. طيب كلام جميل. بس بتوع الكيمياء العضوية بيحبوا السهولة. يعني ايه المركب شكله وحش، او ايه سي وطالع كده نكش فراخ اتش، ايه الكلام ده؟ طب يا عم ما تعملوا مثلث كده ومحدش هيقول لك حاجة. وكلنا فاهمين ان المثلث ده كل ركن من اركانه كربون وهيدروجين، يعني كل ده كربون وهيدروجين، ده كربون وهيدروجين، ده كربون وهيدروجين. فاهمين ان ده بروبان حلقي بدل العك اللي انت عامله ده. طيب يبقى احنا عندنا المركبات الحلقية المشبعة بتبدأ من رقم 3 اللي هي البروبان الحلقي. طب لو رقم 4، لو رقم 4 يعني C4 هيبقى اتش كام؟ عوض. هيبقى اتش 8. هيبقى عامل ازاي؟ حلقة. ادي 1 2، اقفل على نفسك، 3، كون حلقة 4. تمام. وطلع الهيدروجين من كل ركن 2. يا ستة، واحنا بقى هنقعد نشوف كل ركن فيه كام وهنرسم المنظر المقرف ده؟ ما تعمليه مربع وخلاص. هو ده، هو ده. بدل ما نقعد نعمل كده، خلاص احنا عارفين ان ده بيوتان حلقي، عارفين ان ده بيوتان حلقي. طب لو انا قلت لك ارسم بنتان حلقي بس، ما ترسميش انت خلاص.
بقى ده بنتان حلقي. طب هكسان حلقي برضه افنتي اهو بس. طب انت عملتي هكسان ليه كده؟ هو مش 6 ذرات كربون؟ ادا 1 2 3 4 5 6، خلص الموضوع. بقى بسيط جدا. احلى حاجه الحلقي ده. بس خد بالك الغلطه اللي العيال كلها بتقع فيها، اما يجيب مركب على هيئه، يقول لك هات الايزومر بتاعه، المشابهه الجزيئيه بتاعته، العيال بتنسى الحلقي. للالكين لو جابوا مثلا الالكين بينسوا حوار الحلقي ده، بينسوا الحلقي، وده سؤال مهم. وسي ان اتش 2 ان نفس بتاع مين؟ الالكين، وهتلاقي عليه اسئله في التدريبات. طيب، طب ايه بقى الحلقي الغير مشبع ده؟ الحلقي الغير مشبع يعني مثلا لو احنا بنرسم زي الهكسان ده كده، لو هو كده ده قلنا هيبقى اسمه هكسان حلقي، صح؟ ده كده هكسان حلقي، بس ده مشبع. يعني ايه غير مشبع؟ يعني فيه روابط باي، وروابط الباي بتبقى ماشية بالتناوب، رابطة سيجما ورابطة باي، رابطة سيجما رابطة باي، رابطة سيجما رابطة باي. حد يقول لي طب وانا لو عملت كده؟ يعني كنت بادئ من هنا، لا المرة دي هبدأ من هنا. نفس الكلام، رابطة سيجما رابطة باي، رابطة سيجما رابطة باي، رابطة سيجما رابطة باي. هو ده، هو ده. وأشهر وأبسط مركب حلقي غير مشبع، وكمان هناخده في المركبات الأروماتية، اللي هو البنزين العطري، اللي هو بالمنظر ده، نفس منظر الهكسان الحلقي بس جواه روابط. وكمان عشان بتوع الكيمياء برضو بيحبوا يريحوا دماغهم، هو انا هفضل اعد واحده سيجما وواحده باي؟ لا يا عم، ادي عندك البنزين العطري اهو، ودايره جواه وخلصنا. طب الدايره دي جت منين؟ الرابط دي جت منين؟ هنعرف بعدين. تمام. يبقى ده فهمنا يعني ايه حلقي مشبع وحلقي غير مشبع. تيجوا بقى نروح اللي احنا قلنا ده كله نكتبه في المخطط. طيب تعالى بقى نروح المخطط، نكتب كل اللي احنا قلناه ده بقى في المخطط اللي عندك، بحيث انك تكون فاهم كل كلمة مكتوبة، مش نقعد نشرح بقى في مخطط ونعك الدنيا. طيب، احنا قلنا المركبات العضوية بتنقسم لهيدروكربون ومشتقات الهيدروكربون. قلنا يعني ايه هيدروكربون؟ كربون وهيدروجين بس. طب يعني ايه مشتقات الهيدروكربون؟ كربون وهيدروجين وعناصر اخرى، اي حاجه تانية بقى داخله معاهم، كلور فلور بروم اي حاجه. طيب، احنا كلامنا دلوقتي عن مين؟ عن الهيدروكربونات. تمام، احنا بنتكلم عن الهيدروكربونات اهو. هناخد الهيدروكربونات نفصصها، اللي هي عباره عن ايه؟ كربون وهيدروجين بس. ماشي، قسمناها قسمين، قسم أليفاتي وقسم أروماتي. وقلنا يعني إيه أليفاتي؟ يعني دهني. طب يعني إيه أروماتي؟ يعني عطري. مش ده الكلام اللي إحنا قلناه؟ مش هقول حاجة جديدة، خلاص إحنا كده خلصنا. طيب، والأليفاتي قسمناه لمفتوح السلسلة وحلقي. طيب، المفتوح السلسلة كان فيه منه كام نوع اللي كنا راسمينهم هنا؟ 3، يا مشبع يا غير مشبع. طب كان ايه هي المركبات المشبعة؟ احنا قلنا حاجة غير الالكانات؟ لا. يبقى انا عندي هنا المشبع هو الالكان. الالكان كان له صيغة عامة؟ ده اكيد، CN H2N زائد 2. طيب مثال له، والله بقى احنا خلاص مش احنا عارفين الارقام، ميثان ايثان بروبان بيوتان بنتان، اي مثال. وليكن ابسط مثال الميثان CH4. ها، وقلنا الميثان ده ابسط مركب اليفاتي. الميثان ليه ابسط مركب اليفاتي؟ عشان الباقي هيبدأ من عندي ايث رقم 2. طيب، الغير مشبع، الغير مشبع كانوا مين؟ الالكين والالكاين. الكين
والكاين. ليه غير مشبع؟ عشان دي كان فيها رابطة ثنائية ودي كان فيها رابطة ثلاثية، دي كان عندها واحدة باي ودي كان عندها 2 باي. طيب الصيغة العامة بتاعت الألكين CnH2n، وهنعمل عليها مميز اهي عشان يعني كان في زيها الألكان الحلقي، ما ننساهوش، تتكتب في الملاحظات المعلومة دي. طيب مثال ليها ايثين بروبين بيوتين، خلاص احنا عرفنا الموضوع ده. C3 مثلا بروبين، C3H 6. طيب الألقين كان له صيغة عامة، كان له صيغة عامة CnH2n ماينس 2 ناقص كام؟ ناقص 2. طب مثال له بروبايل، بروبايل اللي هي C3 وعوض 2 في 3 ب6 ناقص 2 4 يبقى H4. تمام؟ تمام. يبقى احنا خدنا مفتوح السلسلة كان مشبع وغير مشبع والأمثلة وكل حاجة فيه. طب لو أنا جيت قلت لك عرف لي الألكان من المخطط الموجود عندك ده، هتقول إيه؟ الألكانات هي هيدروكربونات ألفاتية مفتوحة السلسلة مشبعة صيغتها العامة CnH2n زائد 2. خلص. ده تعريف الألكان، هيبقى من المخطط بعد ما فهمت كل حاجة. تعريف الألكين: الألكين هيدروكربونات ألفاتية مفتوحة السلسلة غير مشبعة ترتبط ذرات الكربون فيها برابطة ثنائية واحدة على الأقل، لها الصيغة العامة CnH2n. تعريف الألكين نفس الكلام، هيدروكربون ألفاتي مفتوح السلسلة غير مشبع ترتبط ذرات الكربون فيه برابطة ثلاثية واحدة على الأقل، وله الصيغة العامة CnH2n ماينس 2. طيب ايه بقى الحلقي المشبع؟ الحلقي المشبع اللي احنا لسه شارحينه اهو، زي ايه مثلا؟ البروبان. تعالى هنا في المثال عشان نبقى ماشيين معاه. البروبان، البيوتان الحلقي، الهكسان الحلقي. تمام؟ خدنا بروبان حلقي، بيوتان حلقي، هكسان حلقي. مفيش روابط جوه، مفيش روابط جوه، ده مشبع يعني كله سيجما. طب ليه صيغة عامة؟ على كده CnH2n، شيل دي CnH2n نركز فيها، اللهم بلغت اللهم فاشهد. طيب أروماتي، قلنا أروماتي يعني عطري. الهيدروكربونات بقى احنا خلاص خلصنا الألفات. العطري بقى الأروماتي هو حاجة واحدة حلقية غير مشبعة وأبسط مركب أروماتي هو البنزين العطري، ولكن كان أبسط مركب ألفاتي كان الميثان. طب ورمز البنزين العطري اللي احنا خدناه هنا كان ايه؟ كان حلقة بنزين جواها دايرة. طب في أمثلة تانية؟ في أمثلة تانية. ايه؟ عندك النفتالين، هتلاقيه حلقتين بنزين جنب بعض. أهم حاجة إن جواها دواير، ده اللي بيميز إن دي مركبات أروماتية غير مشبعة. طيب عندك حاجة تانية؟ أنثراسين، 3 حلقات بنزين جنب بعض، كلهم جواهم دواير. طيب ده رمزه C10H8. جت منين C10H8؟ احنا خلاص خلصنا دي كده، حتة هنقولها هتتاخد قدام، بس هنقولها دلوقتي كده ايه تبقى عارف الرموز دي جت منين، عشان لو جت لك في حاجة حل تبقى فاهم. طيب احنا خلاص فهمنا ان البنزين C6H6 والنفتالين C10H8. طب جم منين؟ تعال اقول لك جم منين. ده اول واحد البنزين اهو، احنا قلنا رابطه سيجما رابطه باي، رابطه سيجما رابطه باي، رابطه سيجما رابطه باي، صح؟ صح. احنا قلنا ان كل ركن من الاركان دي عباره عن ايه؟ كربون، دي كانها كربون كده، كربون 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 كربون. طيب الكربون
بيحتوي يكون حواليه كام رابطة؟ 4. طيب الكربونية دي عندها كام رابطة؟ 1 2 3. لا ده ناقصها واحدة، يبقى نحط اتش. طب ودي 1 2 3. لا ناقصها واحدة، نحط اتش. ودي زيها، ودي زيها، ودي زيها، ودي زيها. تعالى عدهم. هيبقى 1 2 3 4 5 6. سي 6. اتش 1 2 3 4 5 6. اتش 6. بقى سي 6 اتش 6. يبقى ده مين؟ البنزين العادي. طيب النفتالين ده الحلقتين بنزين جنب بعض، ركز. أدا البنزين أهو، النفتالين حلقة بنزين أهي، وكمان جنبها حلقة بنزين. يلا احنا هنمشي واحدة سيجما واحدة باي، واحدة سيجما واحدة باي، واحدة سيجما واحدة باي، واحدة سيجما واحدة باي، واحدة سيجما واحدة باي. تعالى، كل ركن من الأركان دي عبارة عن إيه؟ كربون وهيدروجين أهو. كربون 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 كربون. تعالى الهيدروجين دي ناقصها كام؟ تعالى من هنا كده، دي ناقصها كام واحدة؟ كام رابطة؟ عد. 1 2 3. لا ناقصها واحدة. ودي زيها، ودي زيها، ودي 1 2 3. لا ناقصها رابطة. ودي عد كده حواليها كام رابطة؟ أدا 1 2 3 4. ده مكتملة، ده مش ناقصها حاجة، يعني دي 4 كده مكتملة مش ناقصها اتشال. طب ودي 1 2 3 4 مكتملة برضو. طب ودول؟ لا دول زي دول، ناقص لهم كل واحدة ناقص لها اتش. ها، عايزة تقولي ايه؟ خلصي قبل ما اقول لك. عد كده السيات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سي 10. عد الاتشات. أدا 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى سي 10 اتش 8. عايزة تقولي ايه؟ ان مواضع التحام حلقتين البنزين مفهومش اتشات، ما بيتعدوش. الحتة دي كده، الحتة دي كده ما فيهاش اتشات، الحتة اللي هنا دي كده ما فيهاش اتشات. طيب اخر مثال، اخر مثال هنختم بيه الانثراسين. ادي الانثراسين اهي، 3 حلقات جنب بعض. هي حلقات معوقة شوية، عايزين في حتة صغيرة عشان. تعالى هنا كده. ها، واحدة سيجما واحدة باي، 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 واحدة سيجما واحدة باي بالتناوب. طيب يلا نعد. خلاص احنا عارفين ان كل ركن كربون وهيدروجين. ادا 1 اهو، اكتب كل الكربونات. ومش بس كده، ده انا عندي معلومة اضافية، ان الحتة اللي في النص دي ما فيهاش اتشات، الحتة اللي في النص دي ما فيهاش اتشات، والباقي كل واحد اتشات. ادا كل واحد اتشات. انتي ما حطيتيش في مواضع الالتحام ليه؟ خلاص بقى، احنا خلاص ما بقيناش تلامذة، احنا تخطينا الحتة دي. تمام. طب يلا عد معايا الكربونات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. بقى سي كام؟ 14. ها، طب والاتشات؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سي 14 اتش 10. ده مين؟ الانثراسين. انثراسين. بس. ولهنا ان شاء الله ايه نكتفي. اتمنى تكونوا فهمتوا الحصه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما تنساش الحصه بتاعتنا باذن الله الواجب، الدرس الاولاني كده تقدر تحل اي سؤال، وهنحله مع بعض وهينزل لك على منصه كيان باذن الله.
بالتوفيق يا رب. السلام عليكم ورحمة الله.